السلام عليكم. تصريح خطير من محمد علي بن رمضان يفاجئ به النادي الأهلي ويفجر مفاجأة كبرى حول انتقاله للنادي الأهلي، ويسخر من نادي الزمالك بما فعله. شاهد ماذا قال. ولكن في البداية ياريت كلنا نعطر فمنا بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. أشارت وسائل إعلام تونسية أن اللاعب الدولي محمد علي بن رمضان اقترب من التوقيع للنادي الأهلي، والذي يلعب حاليا في المجر. فقد دخل على الخط محمد علي بن رمضان وأدلى بتصريحات نقلتها الإذاعة التونسية، وقال: أنا كنت قريبا جدا من قبل للتوقيع للنادي الأهلي، ولكن الرياح جاءت بما لا تشتهي السفن أبدا، حيث رفض مسؤولي نادي الترجي التونسي توقيعي للنادي الأهلي المصري من أجل عدم لعبي للنادي الأهلي في دوري أبطال إفريقيا، وربما يتقابل الترجي مع الأهلي، فهم كانوا يخشون ذلك. فالأهلي المصري هو أفضل نادي في الوطن العربي وأفريقيا، وهو نادي القرن الإفريقي. ودائما كنت أقول لعلي معلول: أنت محظوظ بلعبك في صفوف الأهلي المصري، لأنك من خلال تواجدك في الأهلي بتفوز بالألقاب الإفريقية والمحلية، وبتلعب كمان في كأس العالم للأندية باستمرار. فأنا أحلم حياتي أن ألعب في صفوف النادي الأهلي المصري، وألعب في كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية في الصيف المقبل. وكمان سألوا الصحفي التونسي وقال له: هل وقعت بالفعل للنادي الأهلي؟ فرد وقال له: كل شيء على ما يرام الآن، وأنا بالفعل وقعت للنادي الأهلي، وفاضل بس فقط موافقة النادي الذي ألعب فيه في المجر. وأنا أعلم أن الأهلي أنهى كل شيء مع هذا النادي، وأنا أنتظر بفارغ الصبر اللعب في صفوف النادي الأهلي المصري. فقد عرض علي بعض الأندية في الدوري المصري كنادي الزمالك وأيضا نادي بيراميدز، ولكن أنا حلم حياتي إن أنا ألعب في النادي الأهلي. دائما أرى أن الأهلي هو كبير أفريقيا بأكملها، وأرى خلفه جمهور عظيم دائما بيشجع اللاعب، ودايما بيكون واقف في ظهره. أبدا ما بحسش إن علي معلول بيلاقي غير كل تقدير وكل احترام. وإزاي إن علي معلول لو عايز يعتزل كورة إنه يكمل في النادي الأهلي، وإنه حتى لما يعتزل يكون في النادي الأهلي، على الرغم من إن في عروض قوية جدا بيتم عرضها على علي معلول، ومع ذلك مصمم على وجوده في النادي الأهلي. فكل هذه الأشياء تخليني أكون متواجد ومبسوط إن أنا هكون رايح النادي الأهلي، بعيدا عن كل الفرق التانية اللي مستواها أقل كتير من الأهلي. حتى لو قلتوا إن الأهلي والزمالك هما قطبي الكرة، ولكن الزمالك شيء والأهلي شيء تاني خالص.